شعب سوريا العظيم، مبروك الحرية، مبروك الكرامة، مبروك الاستقلال الثاني. أذهلتم العالم. ثوارنا أبطال، أطفالنا أبطال، نساؤنا شرف وكرامة، رجالنا صناديد. الحمد لله، والحمد لله. كان دوما كنت أتوسل إلى الله أن لا أموت إلا أن أرى هذا اليوم العظيم، يوم نصر الشعب وذل الطغاة. وبعد المتابعة وساعات الانتصار وكذا، أصابني شيء من نوع الكورونا، فكنت بتلك الأوقات أقول جاءت المنية ورب العالمين أكرمني بما طلبت وما ترجوت، لكنها الحمد لله عبرت، الحمد لله رب العالمين. أشكر كل أخ وأخت، كل من سأل عني، وكل من دعا لي، وكل من بلسم جراحي، فأنا تعودت طوال عمري على البلسم السوري والكرم السوري، فشكرا لكم. هناك أمرين بدي أوضحهم. الأمر الأول، بعمري ما فارقني أنه الشعب السوري شعب عظيم. هذا الأمر رضعته مع حليب أمي. حين ذهبت إلى لبنان دعوني أحرار وكتاب في لبنان إلى عشاء، كرموني كما عادتهم، وأثناء العشاء كان بتلك الأيام هناك بيع على الحقير الهارب، وكان الزوم شغال، واستديوهات النفاق والدجل تعمل، وكان ترفع صور الطاغية في ساحة الأموميين. وأثناء العشاء قالوا: ما رأيك بما يجري؟ قلت لهم: تزوير، ليس هذا الشعب السوري. وكانت العشاء والسهرة كل الحديث عن الشعب السوري. وكان من الحاضرين الشاعر الكبير يوسف فزي. ذهبت إلى الحمام لأغسل يدي، فتحدثوا بينهم وبين بعض. مسكين أبو ياسين طق مخه، إنه شايفين إنه ساحة الأمويين والزومات تبع الحقير، فانغشوا. وعدت إلى الطاولة وانتهى العشاء. وحين انطلقت الثورة خرج الأستاذ يوسف فزي وقال: نعتذر منك يا مأمون الحمصي، قلنا عنك مجنون، لكن نحن المجانين لم نعرف من هو الشعب السوري. فهذه الحالة هي عبارة عن حياة كاملة بالنسبة لي. ملاحظة الثانية، عرفت هذا النظام وإجرامه وسجونه وتعذيبه وحقارة هذه العائلة معرفة دقيقة. وكنت أتحدث في كل مكان عن السجون وعن المعذبين وعن المغيبين، وكنت دوما أعرف حقد هذه العائلة وإجرامها. الله عز وجل نزع الخوف والرعب من هذه العائلة من قلبي، وكانت سجنتي خطأ كبير لهذا النظام المجرم.
لأنني حصلت على اهتمام دولي كوني نائب، واستخدمت هذه الورقة بشكل جيد جدا، لكنه كل التوفيق من الله. إنما يرى العالم وذهول العالم من إجرام هذه العائلة. سوف نحتاج 50 عاما 50 عاما لنتكلم عن جرائم هذا النظام، وعن فساده، وعن سرقته، وعن استغلاله لسوريا وتعذيب الشعب السوري وبث الفرقة وبث الكراهية. سيتحدث العالم كثير، الكثير. هؤلاء ليسوا من صنف البشر، وحوش مفترسة بشكل أناس. سيتحدث العالم الكثير. سيكتب التاريخ أسوأ وحوش على الأرض. لكن بتوفيق من الله عز وجل بقي الشعب السوري يضحي، وكل شبر أرض سوريا معجون بدماء الأطهار. إن شاء الله سيعود الاستقلال الأول محصنا من أن يتلاعب به أحد أو يستخدمه طائفيا بإذن الله عز وجل. أهلي وأحبابي، اشتقت لدمشق، اشتقت لسوريا، اشتقت لكل شبر من أرض وطننا يا حبيب. ولولا الوقعة الصحية لكنت من الدقائق الأولى بينكم ومعكم. وهناك كل الشعب السوري لامس الأذى من هذه العائلة الحقيرة، لكن من حق أهلي وأخوتي الذين ممنوعين من السفر بأمر من هذا الحقير منذ 20 عاما. أخوتي البنات، الرجال ممنوعين من السفر، وحين يذهبون للمراجعة يقولون لهم أنه الأمر من القصر، قصر الظلم، قصر المافيا والمخدرات. تصوروا أن أخوتي البنات يريدون الخروج إلى العمرة، إلى الحج، يذهبون إلى المطار، يرمون لهم الجواز ويقولوا لهم اذهبوا إلى أخوكم يخرجكم. 20 عام اشتقت إليهم، اشتقت لسوريا ولتراب سوريا. فإن شاء الله بأقرب وقت سأكون بينكم خادما حارسا أمينا مع الأحرار وخلف الأحرار. عاشت سوريا وعاش شعبها العظيم. لكم مني كل الحب والتحية، وقريبا إن شاء الله سأقبل تراب سوريا. حماكم الله ووفقكم، ومعا يا أحبتي في ربوع الحرية والكرامة وسوريا العظيمة.